السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 out of DS. أهلا بيكم في الحلقة 18 والأخيرة من الموسم الثالث من قصص ميز. أتمنى أن يكون الموسم ده عجبكم، وبما أن الموسم ده كان مليان بالقتلة متسلسلين فما ينفعش نختم الموسم من غير ما نتكلم عن أول قاتل متسلسل في التاريخ الأمريكي، واللي حرفيا قبل وجوده ما كانش فيه معنى لكلمة قاتل متسلسل، وتم اختراعها بعد اللي عمله. اسم حلقة النهاردة رقم 1. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. هيرمان ويبستر مادجد، أو اللي معروف أكتر باسم اتش هولمز، هو أول واحد من القتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي. كان صاحب فندق اتعرف بعد كده باسم فندق الموت، ولأن القضية قديمة جدا فكل المعلومات اللي عندنا عنها موجودة من الصحف والوثائق اللي موجودة في الوقت ده، واللي فيها بعض الاختلافات والتناقضات، وده بسبب عدم التوثيق الجيد لحياة هولمز. هيرمان ويبستر مادجت، واللي عاش معظم حياته تحت اسم هاورد هولمز، اتولد في 16 مايو سنة 1861 في مدينة جيلمانتون في نيو هامشاير. والديه كانوا ليفي هورتون بودجت وثيوديت بيج برايس، واتقال إن هما من أحفاد المهاجرين الإنجليز الأوائل لمدينة جيلمانتون. وكان هولمز هو الابن الثالث في عيلته، وكان عنده أخين أكبر سنا وأخين أصغر منه، وكان والده بيعمل في وظائف مختلفة من أجل إعالة العيلة. من ضمن الوظائف دي هي الزراعة والتجارة ودهان المنازل. وكان من المعروف إن والده ووالدته كانوا متدينين جدا. ولما هولمز بقى عنده 16 سنة اتخرج من أكاديمية فيليبس إكستر، وما ضيعش وقت كتير في العمل كمدرس في جيلمانتون. وفي يوم 4 يوليو سنة 1878 اتزوج المدرس الشاب زوجته الأولى كلارا لوفرينج في مدينة ألتون. وبعد سنتين وتحديدا في سنة 1880 خلفوا ابنهم روبرت لوفرينج. ولما بلغ هولمز 18 سنة التحق بجامعة فيرمونت في بيلينغتون، ولكنه سابها بعد سنة واحدة بسبب عدم رضاه عن الجامعة. وفي سنة 1882 هولمز خد خطوة جديدة في تعليمه والتحق بقسم الطب والجراحة في جامعة ميشيغان. وهو بيدرس في الجامعة اشتغل هولمز في معمل التشريح تحت إشراف رئيس مدرسة التشريح في الوقت ده، واللي كان اسمه البروفيسور ويليام جيمس هيردمان. ويقال إن الراجلين شاركوا في سرقة القبور علشان يحصلوا على الجثث للتشريح. وبعد سرقات القبور كان هولمز بيحرق أو يشوه الجثث عشان يجعلها تبدو وكأنها اتقتلت في حادث، وكان بيقوم بإصدار وثائق تأمين على الجثث ويجمع فلوس التأمين بعد كده. وفيما يتعلق بحياته الزوجية فزملاء السكن ليه والجيران كانوا بيقولوا إنه دايما هولمز كان عنيف جدا مع زوجته كلارا، لدرجة إنها سابته ورجعت لنيو هامشاير في سنة 1884. وبعد كده كتبت في وقت لاحق إنها ما كانتش تعرف عنه كتير وإن أخباره اتقطعت عنها. وفي يونيو من نفس السنة اتخرج هولمز من قسم الطب والجراحة في جامعة ميشيغان بعد أداء جيد في امتحاناته. وبعد تخرجه انتقل هولمز لمورز فوركس في نيويورك. ولما الناس بدأوا يتكلموا إن هم شافوه مع طفل واللي اختفى بعد كده، بدأت الشكوك تزيد حوالين هولمز. وبقى من الواضح جدا إن أي مكان هولمز بيروحه كانت المشاكل بتيجي وراه. وبسرعة هولمز ساب المنطقة فورا، ومعداش وقت طويل لغاية ما هولمز قرر إنه انتهى من نيويورك. وبعد كده سافر لفيلادلفيا في بنسلفانيا. هناك اشتغل كحارس أمن في واحدة من المستشفيات، ولكن وفقا لسمعته هولمز ما احتفظش بالوظيفة لفترة طويلة. ومعداش وقت طويل لحد ما وجد وظيفة جديدة في صيدلية في فيلادلفيا، ولكن برضه الوظيفة دي ما طولتش، وده لأن خلال خدمته هناك توفى طفل بعد تناوله للأدوية اللي اشتراها من الصيدلية. وطبعا هولمز قال إنه ما عندوش أي دور في وفاة الطفل، وبسرعة
غادر المدينة. في الوقت ده كان لسه بيستخدم اسم هيرمان ويبستر مودجت، لكنه معداش وقت طويل لحد ما قرر إنه لازم يغير اسمه لهنري هاورد هولمز، واللي بعد كده بقى معروف باسم H.H. هولمز. في سنة 1886 اتجوز هولمز مرة جديدة من ميردا بيلنكاب في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، وبعد أسابيع من جوازهم اتقدم هولمز بطلب للطلاق من مراته الأولى كلارا وايت، ولكن تم رفض الطلب ده وما تمش إنهاء الطلاق. في شهر أغسطس سنة 1886 سافر هولمز لشيكاغو، وفي الوقت ده بدأ يستخدم اسم H.H. هولمز. وفي شيكاغو هولمز لقى صيدلية في الزاوية الشمالية الغربية من جنوب والاس أفنيو في شارع اسمه ويست أنجلوود، والصيدلية كانت بتعود لإليزابيث هولتون. هولتون ادت هولمز وظيفة في الصيدلية، وكانت الوظيفة مناسبة جدا ليه، وكان من الواضح انه استمتع بيها لانه في وقت قصير جدا قدر يتألق في وظيفته لدرجة ان اصحاب الصيدلية باعوا له الصيدلية. وبدأ هولمز يجمع الاموال، وبعد فترة اشترى مساحة فارغة كبيرة قدام الصيدلية. وسنة 1887 بدأ البناء لمبنى مختلط من طابقين. المبنى كان فيه شقق سكنية في الطابق التاني ومساحات للإيجار في الطابق الأول. وفيما يتعلق بحياة هولمز الشخصية، فهولمز ومراته الجديدة ميردا ولدوا بنتهم لوسي ثيوديت في يوم 4 يونيو سنة 1889، واتولدت في مدينة أنجلوود في شيكاغو. وفي يوم 17 إبريل سنة 1891 توفى راجل يدعى جون دوبروي. جون دوبروي كان واحد من المدينين لهولمز بكتير من الأموال، وتوفى بسكتة دماغية جوه الصيدلية. وطبيعي بدأ الناس يشكوا ويشتبهوا في هولمز، ولكن ما تمش اتهامه بأي حاجة. وبعد فترة قصيرة هولمز بدأ يبني طابق تالت في المبنى بتاعه، وقال للمستثمرين إنه بيخطط لاستخدامه كفندق. وفي النهاية تم إكمال الفندق، واللي كان عنده 3 طوابق وقبو. الطابق الأرضي من الفندق كان بيتأجر للمحلات، وبتقول التقارير إن سبب بناء هولمز للفندق ده كان عشان يجذب السياح اللي جايين لزيارة المعرض العالمي في الوقت ده اللي هيكون في المدينة، وغالبا كان هيعمل كده عشان يستدرج مجموعة منهم ويقتلهم ويبيع هياكلهم العظمية للمدارس الطبية. بعد كده وصفت تقارير الصحافة إن الفندق اللي بقى معروف بعدها باسم قلعة القتل كان بيحتوي على غرف تعذيب سرية وأبواب خفية وغرف للغاز السام ومحرقة في القبو. وزعم التقرير تانية إن الفندق كان فيه أكتر من 100 أوضة، وإنه تصمم على شكل متاهة، وكان فيه أوض من غير نوافذ وأبواب بتتفتح على حيطان وسلالم بتودي لنهايات مسدودة. وبعد وقت قصير من إكمال الفندق بدأ الناس يستأجروا الأوض فيه. وعلى الرغم من إدارة هولمز للفندق، إلا إنه فيما بعد حصل على وظيفة في شارع ديربورن في مبنى البنك الكيميائي، وهناك قابل بنيامين بيتازال، واللي هو نجار عنده سجل جنائي، واللي بعد كده أصبح هو وهولمز أصدقاء. بعد كده المدعي العام وصف بيتازال إنه كان مساعد لهولمز. وفي أوائل سنة 1893 اتنقلت الممثلة ميني ويليامز لشيكاغو، ووفقا لهولمز إنه قابلها في واحدة من مكاتب التوظيف وعرض عليها وظيفة في فندقه. وبعد إقناع هولمز ليها، ميني باعت بيتها اللي في مدينة فورت وورث في إبريل سنة 1893 وحولته باسم واحد يدعى ألكسندر بوند. ألكسندر بوند هو واحد من الأسماء اللي كان هولمز بيستخدمها. وفي الشهر اللي بعده هولمز وميني بدأوا يظهروا في المدينة كزوجين رسميين. وبعد فترة جت شقيقة ميني عشان تزورها، ولكنهم هما الاتنين اختفوا. وبعد ما عمة الأختين بعتت لهولمز تسأل عليهم، قال لها إن هما الاتنين قرروا يسافروا لأوروبا. وفي يوم 17 يناير سنة 1894 اتزوج هولمز جورجينا يوك. في الوقت ده ساب مدينة شيكاغو بسبب تهديد شركات التأمين إن هما يقبضوا عليه بتهمة النصب، وراح لمدينة فورت وورث واللي كان فيها البيت اللي خده من ميني. ولكنه بعد أسابيع قليلة تم القبض عليه
بتهمة بيع سلع مرهونة. وعلى الرغم من إنه تم إطلاق سراحه بكفالة، إلا إنه في الوقت القصير ده كان قابل واحد من المجرمين المدانين في السجن، واللي كان اسمه ماريون هيدجبث، واللي كان محكوم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. ولو حاله بفكرة اللي بعد كده هولمز بدأ في تخطيطها، وهي كانت خطة لخداع شركة التأمين من خلال إنه ياخد بوليس التأمين على الحياة ويزيف وفاته. ووعد ماريون بعمولة قدرها $500 لو ساعده في إنه يلاقي محامي يقدر يثق فيه في تنفيذ الخطة. وفعلا ماريون دله على محامي اسمه جافتha هو، والاتنين اتفقوا إنهم يشتغلوا مع بعض. ومع ذلك فشلت خطة هولمز برغم التخطيط الدقيق ليها، لأن شركة التأمين اشتبهت فيه وقرروا إنهم ما يدفعوش. ولكن هولمز طلع بخطة جديدة المرة دي مع صاحبه بيتازال، وكانوا بيتفقوا على تزوير وفاة بيتازال عشان مراته تحصل على $10,000 كتعويض عن بوليسة التأمين على حياته، واللي كان هيقسمها مع هولمز بعد كده. وفقا للخطة كان هولمز المفروض يلاقي جثة تلعب دور بيتازال عشان يثبت وفاته، ولكنه عوضا عن ده قتل بيتازال نفسه باستخدام الكلوروفورم، واللي أفقد بيتازال وعيه وبعد كده أشعل النار فيه. هولمز استلم المبلغ التأميني لنفسه وخدع زوجة بيتازال، وضحك عليها في موضوع موت جوزها، وقال لها إن جوزها مختفي في لندن. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, انتهت سلسلة جرائم هولمز في 17 نوفمبر سنة 1894 بعد ما تم تعقيبه من فيلادلفيا بواسطة وكالة المحامين الوطنية الخاصة بيكرتون، وتم اعتقاله في بوسطن. القصة اللي وراها هي إن ماريون هيدجباث مرات بيتازال بلغت الشرطة عن خطة هولمز للنصب على شركات التأمين، ولما اعتقلوه كان بيستعد للهروب من البلد، فزادت شكوك الشرطة وقرروا يحققوا معاه ويدوروا في الفندق بتاعه. وفي خلال البحث في الفندق لقوا جثث متعفنة وهياكل عظمية وجثث لأطفال. وبعد التحقيق الطويل معاه هولمز اعترف بقتل 27 شخص، ولكن بيتوقع المسؤولين إنه قتل أكتر من 100 شخص في الفندق بتاعه، من ضمنهم إنه خنق طفلتين بالغاز عن طريق إنه حطهم في صندوق خشبي وقفل عليهم ومد خرطوم للغاز جوه الصندوق لحد ما ماتوا، وبعد كده دفنهم في قبو الفندق. وسنة 1895 تم اندلاع حريق غامض في فندق هولمز، واللي اتحرق بعديه تماما وتحول لأنقاض. وبيقال إن أهالي المدينة هما اللي عملوا كده علشان يتخلصوا من شر هولمز وسمعة الفندق البشعة اللي شوهت المدينة. وفي سنة 1895 تم محاكمة هولمز لقتل بنيامين بيتازال، وتم إدانته واتحكم عليه بالإعدام شنقا، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في يوم 7 مايو سنة 1896، وتم شنقه في سجن مقاطعة فيلادلفيا. ولحد ما مات هولمز كان بيظهر هدوء في تعامله مع الناس كلها. وقبل وفاته طلب هولمز إن يتم وضع نعشه في الأسمنت ودفنه على عمق 10 أقدام تحت الأرض لمنع سرق جثمانه من اللصوص. وتوفى هولمز بعد 20 دقيقة من تنفيذ حكم الإعدام. وهنا بتنتهي قضية هولمز. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وخلص الموسم الثالث من قصص ميز. أتمنى أنه يكون عجبكم.
ولو عجبكم فما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على كل منصات البودكاست. ولحد ما اشوفكم في الموسم الجديد ان شاء الله، سلام.